ايوه بس على فرض وجود الواحد ده لازم تكون يعني تثق فيه قوي، لان الوصف اللي بتقول على مراتك ممكن يتجوزها ويرفض يطلقها. وخلي بالك لازم يعاشرها قبل ما يطلقها، الشرع بيقول كده. وهانت عليك تقولها في وشي يا سعيد؟ ما هو ده اللي هيجنني. منير، لقيت الحل. ايه هو يا سعيد؟ لايمني عليه. لو المحلل طلع ندل يعني ورفض يطلق، مراتك ترفع قضيه خلع. انت بتقول ايه بس يا اخي؟ بتقول ايه؟ عايزني لسه استنى لما ترفع قضيه واقعد سنه ولا 2 على المحكمه ما تحكم لها؟ طب وايه العمل دلوقتي؟ مش عارف. مش عارف يا سعيد. تاهت الإناء يا سعيد، تاهت الإناء. هي ايه؟ أنا لقيت الشخص اللي أقدر أثق فيه. مين؟ أنت يا سعيد. الله يخرب بيتك يا منير. ده أنت هتعمل لي خدمة العمر ومش هنساها لك أبدا. لا لا يا منير، لا لا، مستحيل، مش ممكن. مش ممكن ليه بس؟ لأسباب كتير، أولها إن أنا متجوز. ما هو أنا اخترتك علشان أنت متجوز وعينيك مليانة. مستحيل طبعا هتطمع في مرات صاحبك. وأنا فعلا متجوز دلوقتي، بس عيني ما بقتش مليانة. لا يا راجل ما تقولش عن نفسك كده، لا. ده أنت كلك أخلاق. أنا لو اخترت أخ ليا يا سعيد مش هلاقي أحسن منك. إيه اللي بتقوله ده يا منير؟ أول مرة أشوفك بعد 5 سنين تجوزني مراتك. بقول لك إيه، أنت وقعت لي من السما ومش هضيع الفرصة دي من إيدي أبدا. منير أنت عارف إن أنا متجوز وعندي عيال ومش ناقص مشاكل، هشوف لك حد غيري. افهمني بس، انا ما اقدرش اثق في حد غيرك يا سعيد. حرام عليك، حرام عليك العذاب اللي انا فيه. ما فين الاخوه والصداقه يا اخي؟ أنت عارف أنا بعايزك قد إيه، بس أقول لمراتي إيه؟ مراتك يا سيدي مش هتعرف، مش هتعرف. دول كلهم يومين 3 بالكتير. 2 3؟ أنتوا مش قلتوا إنه جواز وطلاق على طول؟ لا، ما هو لازم برضه تعاشرها زي ما قلت، الشرع بيقول كده. الله يخرب بيتك يا منير. انا عارف ان حظي سيء. فوتنا خلاص راحت مني. ما أنت عندك أصحاب كتير، اشمعنى اخترتني أنا؟ ما انا قلت لك يا اخي انها مساله ثقه، مساله ثقه مش اكتر. انا عايش ليه يا ربي؟ انا عايش ليه؟ انا هموت نفسي ما برتاح. انا اوعى تسيبوني يا مجنون! سيبني هموت نفسي. تعالى سيبني يا سعيد بقى، سيبني. ايه انت اتجننت؟ هموت نفسي. ايه اللي بتعمله ده؟ الله، افرض ان انا ما جيتش النهارده كنت هتعمل ايه؟